هي بس لو تبطل تتكلم كده هتبقى ممثلة هايلة. مسلسل بين السطور بيتكلم عن الإعلام وبيورينا اللي بيحصل في الكواليس والحرب ما بين الإعلاميات وبعضهم. مشكلة المسلسل إن كل شوية يسحلنا معاه في موضوع، شوية يتكلم عن الحرب ما بين اتنين مذيعات وإن كل واحدة فيهم بتنافس التانية وعايزة تنط على كرسيها، شوية ودخلنا في العلاقة ما بين هند وجيمي أندرسون وإزاي إن هي كانت بتحبه وهي صغيرة وقابلته بالصدفة لما كبروا، شوية وجريمة القتل بتاعت جيمي أندرسون ومين اللي قتل جيمي، والمخرج بيشككك في كل أبطال المسلسل وفي الآخر غالبا هيطلع أخوه هو السبب. وسط كل ده بنشوف سايكو دراما وازاي ان الاهالي بتاثر بشكل كبير جدا في تربيه ولادهم، وازاي ان معظم العقد اللي احنا بنخرج بيها بيكون سببها التربيه اللي احنا مرينا بيها بشكل او باخر. صبا مبارك في المسلسل ده بتمثل بشكل جامد لدرجه مخلياني ببقى متنرفز وانا بتفرج على المسلسل، او بمعنى اصح ببقى متنشن وانا بتفرج على المشاهد بتاعتها، على طول متنشنه وعلى طول متضايقه ومفيش على وشها اي تعبيرات. صحيح انها عايزه تقول انها شخصيه قويه وما بتتاثرش بسهوله بالاحداث اللي بتحصل حواليها، لكن اللي واصلني انا كمشاهد ان هي نفسها متضايقه من دور هند، ويا اما هم جابرينها تمثل دور هند عشان عليها اقساط مثلا، او هي مش عارفه تمثله. عمرو جمال وعلاقته بسلمى ابو ضيف هي نفسها علاقته بآية سماحه في مسلسل كامل العدد في رمضان اللي فات. اما عن سلمى ابو ضيف ففي تطور كبير جدا في تمثيلها، هي بس لو تبطل تتكلم كده هتبقى ممثله هايله. المهم ان المسلسل كان ماشي كويس لحد الحلقه العاشره، بعد كده بدا يعك وبدات بعد كده كميه المط والتطويل ملهاش اخر، حلقات ملهاش لازمه، مشاهد كتير صامته، بتخلص الحلقه وانت مفيش معلومه واحده وصلت لك كمشاهد، وكل ده اثر بالسلب على المسلسل. لو كان المسلسل قفل في 10 حلقات كان هيبقى احسن من كده بكتير. بس الغريب ان المسلسل بتشرف على ورشه السيناريو بتاعته مريم نعوم، ومريم نعوم واحده من الاسماء الكبيره والمهمه في كتابه السيناريو، فيعني مش ده الشغل اللي احنا متوقعينه منها.